في خبر جديد، عبر نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي عن استيائه من المعاملة التي حظي بها بعثة الفريق صبيحة اليوم منذ وصوله إلى الجزائر، تأهبا لمواجهة شبيهة القبائل برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأصدر نادي بيترو أتلتيكو صباح اليوم الجمعة بلاغا استنكر فيه المعاملة السيئة التي تلقتها بعثة الفريق منذ وصولها إلى مطار الجزائر. وأوضح ذات البلاغ: السادة الأعضاء والمشجعين والجمهور عموما، نعلمكم بأننا حظينا برحلة سلسة وخالية من المتاعب تماما. الصعوبات بدأت بمجرد هبوطنا في الجزائر، سواء المعاملة لأنه لا يوجد أي استقبال من الفريق الخصم. وأضاف الفريق الأنغولي: لقد تم احتجاز بعثة الفريق في المطار لمدة ساعة ونصف، وتقول الكاف أن من مسؤولية المستقبل توفير الشروط الضرورية للزائر، لكننا غادرنا على حافلة لا تتوفر على شروط نقل فريق كرة قدم محترف.